السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا الطيب. طبعا احنا بقالنا فترة يعني ما كناش سمك مقلي خالص. طبعا ده أول فيديو من بعد العيد، لسه عاملاه قريب يعني. كنا واخدين بقى فترة العيد دي أجازة وكده، فقلنا نعتزل بقى عن المطبخ. فهنا يعني ما كناش بولتي مقلي من ساعة رمضان تقريبا. فقلنا ايه نبتدي كده وناكله وطبعا كنا مقضيينها برضو في العيد وكده، فنبتدي بقى نعمل السمك. هعمله بطريقة حلوة قوي. هعمله مقلي مقرمش من بره جدا جدا، وهتلاقيه طري من جوه جدا، يعني حاجة كده حلوة. بعمل فيه شوية تكات، تعالى اقول لك واحدة واحدة كده انا بعمل ايه. هنا دي التتبيلة بتاعته. معايا كمون، حبة فلفل اسمر صغيرين خالص، ومعايا كزبرة، ومعايا حبة شبت، ومعايا التوم والملح والليمون. بس الموضوع سهل وبسيط وحلو. وخلي بالك ان الشبت بيفرق قوي 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 في التتبيلة بتاعته، بيعلي التست كده معانا، بيديله طعم وريحة. الشبت برضو بيدي ريحة حلوة قوي للسمك. هنا طبعا انا كنت فضيت كل حاجه في قلب الهون بتاعي، او انت لو عندك كبه تمام حطي في قلب الكبه. اركني الليمون دلوقتي على جنب، انا مش هحط الليمون وانا بدق، انا هدق وبعد كده هحط الليمون. انا كنت نسيت قرنين الفلفل، بعد ما دقيت افتكرتهم رحت جايباهم. طبعا انت لو عندك فلفل قرن فلفل احمر كده يا سلام، بس انا بصراحه ما كانش عندي فلفل احمر. فحطيت الفلفل الاخضر ودقيته، وبعد ما دقيت خالص رحت عصر الليمونتين بتوعي. طبعا انتوا عارفين ان السمك بيموت في الليمون، بحب الليمون، اديله ليمون هيبقى طعمه مزز ومديكي طعم حلو قوي. هنا طبعا انا معايا سمك البلطي، يعني في سمك انا اسماه لان جوزي بيحبه مقرمش قوي برده من جوه، وفي بقيه السمك بصوا انا بشرحه كده من بره، بحيث برده التتبيله تخش كده من جوه في قلبيه من جوه يعني، وبرده يديني سنه القرمشه. حلو الكلام. انا هنا طبعا كنت فتحته، وهنا تبلته. امسكي بقى بطنه كده، طبعا انت بتجيبيه ولما بتجيبيه بتغسليه غسله حلوه معتبره كده وبتقلبيه الناحيه التانية يعني عشان يصفي. واول ما بتحطي له التتبيله بتخلي وشه فوق، عشان طبعا ايه ما ينزلش التتبيله بتاعته. انما بعد ما بتغسليه انت بتخلي الوش بتاعه دوت اللي قدامك ده، بتخليه تحت في قلب المصفى، بحيث ان ينزل الميه بتاعته خالص وميبقاش فيه ميه. انا تبلته ركنته حطيته على جنب. طبعا انت بتخشي المطبخ بتاعك بتبقي عارفه تعملي واحد اتنين تلاته، يعني رتبي امورك قبل ما تقومي تعملي الحاجه. هتلاقي نفسك انا هعمل هنا دلوقتي، انا تبلت السمك وهخش على الرز، هعمل طبق السلطه، المواعين ورايا ورايا كده والاكل على النار. يعني هتلاقي نفسك ان انت خارجه من المطبخ مرتاحه، وما وراكيش حاجه، مطبخك نضيف، الدنيا هاديه. تعالي بعمل الرز، بعمله برضو بطريقه حلوه قوي. هنا بحط حبه زيت، بقطع البصل، وفي نص البصله كده قبل ما تخش على الغمقان بديها حبه كمون، ملح، ورق لورا، بحط حبايين. طبعا الحبهان ممكن نحطه في خله علشان خاطر ما يجيش في بق حد ويتضايق منه، زي جوزي كده، عشان احنا دبنا خناقه الحمد لله على الموضوع دوت. وقال لي بعد كده ممكن تحطي الحبهان في قلب الخله، قلت له حاضر. كل مره بفتكر ان انا احطه في الخله بس بصراحه بنسى، بس المره دي يعني نسيت وكانت الخناقه حلوه. بس يلا مش مهم، يعيش ويتخانق. هنا طبعا كان الرز، انا بحب البصلايه تبقى غامقه معايا في الرز بتاع السمك، بحب رز السمك يبقى غامق، وبرده الكمون بيغمقهولي. هنا طبعا بقعد اقلبه شويه كده، اديله تقليبه، بفلفله عشان يبقى الرز معايا مفلفل وحلو. وهنا طبعا الميه بتاعتي بحط زودها، بتبقى عقله فوق الرز، عقله ميه كده فوق الرز. يعني اول ما يغلي تروحي مهديه النار بتاعته وتسيبيه على جنب. انا هنا عايزه اوريكي حاجه، انا الليمون اللي انا عصرته للسمك بركنه على جنب. انا هنا بقول لك ان انا سايباه وهوريكي احنا هنعمل معاه ايه. اركنيه على جنب ما ترموهوش، هيفرق معانا قوي. وهنا طبعا معايا حبه الدقيق، وازود له معلقه ونص نشا، معلقتين نشا عشان يبقى مرمش. انا على فكره ما بحطلوش نشا، يعني لو في نشا بحط، مفيش نشا ما بحطش. لو ما عندكيش نشا عادي خالص هيطلع برده معاكي مقرمش، بس النشا بيزود القرمشه بتاعته. هقول لك تعملي ايه عشان خاطر يبقى مرمش معاكي لو ما عندكيش نشا. الطاسه على النار فيها الزيت بتاعك، طبعا الزيت يكون سخن قوي 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 على قد ما تقدري. واول ما تحطي السمكه وطي النار هيستوي. اول لما تحسي ان هو استوى خلاص على الجنبين، علي النار في الاخر خالص، من على الجنب ده دقيقه ومن على الجنب ده دقيقه، هيطلع معاكي مقرمش جدا. هنا طبعا كنت حطيت الزيت وبسيبه يسخن قوي. وهنا الليمون بتاعي اللي انا كنت راكناه مع السمك، انا بحطه في قلب الطاسه بتاعت الزيت اللي انا بقلي فيها، علشان يقلل من ريحه الزفاره في الشقه.
عشان يعني ما يبقاش، يعني مش هيمنعها بس هيقللها جامد قوي. وعلى فكره انت ممكن تعملي ده مع كل الاسماك، مع الجمبري، مع اي حاجه. حطي الليمون اللي انت عصرتيه ده استخدميه في قلب الزيت بتاعك، هيقلل الزفاره جدا جدا. هنا طبعا الرز بتاعي كان اتشرب، هوطي عليه واسيبه. هنا طبعا السمك على النار والرز على النار، غسلت حاجة السلطة وهعمل السلطة. هنا طبعا بقيت اللي فاض مني من قلب السمك انا بحب احطه قوي في السلطة، بيدي طعم للسلطة حلوة قوي. هنا كانت السلطة بتاعتي خلصت، طبعا بزود لها ليمون. انتي طبعا السمك والحاجات دي بيحب الليمون، بيعشق الليمون، فاديله ليمون. وكانت السلطة خلصت. هنا كنت خلاص، كنت قربت اخلص السمك بتاعي. هنا طبعا انا كنت بصور هنا والليد بتاعي وقع، معلش، فممكن ما يكونش واضح معاكم، بس حقيقي حقيقي كان مقرمش قوي. وهنا كان الاكل بتاعي خلص، السلطه خلصت، والرز بتاعي كان تمام قوي خلص. الحبهان والورق اللورا بيدي طعم حلو قوي وبيغير طعم الرز. وكان بألف هنا. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. متنسوش اللايك والشير. شكرا. ربنا يفرح قلوبكم.